بسم الله الرحمن الرحيم. إمام عاشور اتضح انه مش في تنزانيا وقاعد في الجونة. ايه ده؟ مين راجل عبيط ده؟ دي الحدوته. لا مش في الجون. في الجونة. لا مش في الجون. في بيتهم، بيتفسح في بيتهم. في بيتهم. ماشي. إمام عاشور ويتفسح ليه؟ طب ما ممكن يكون تعبان. تعبان؟ ممكن. هو التعب بيجي فجأة كده؟ امال ايه؟ أول مرة أسمع عن تعب فجأة. الراجل ده عبيط جدا. عموما اللي تعبان هو مجلس إدارة النادي الأهلي، وتعبان من اللي حصل. طبعا اللي حصل كبير جدا. ما حدث من إمام عاشور أنا شايفه واحدة من أكبر المشاكل اللي حصلت في تاريخ النادي الأهلي. واحدة من أكبر المشاكل على الإطلاق. يعني كهربا يتحط في كوم، إمام عاشور يتحط في كوم وحده. على ابو زرافه عسل اللي جابت ابو سلالم ابوك. ما حدث منه حدث كبير جدا 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 جدا. هروب من مباراة مهمة زي كده انا شايف انه شيء صعب جدا. ما حدش هيزايد على انا بحب امام عاشور ده جدا، ولاعيب لا والله كبير جدا ومحدش يختلف على ده، وموهبة كبيرة جدا. لكن اللي حصل ما ينفعش يمر مرور الكرام. كنت متأكد ان سيناريو هيخرج من النادي الاهلي، السيناريو اللي هو حد تاني يلبس القضية او يلبس الطاقية. يا نهار ازرق، عبيط واقرع وزمباوي كمان. كنت متأكد ان وليد صلاح هيبقى الضحية، او حد تاني، او الدكتور او الطبيب او اي حد هيلبس القضية. وده اللي بيحصل دلوقتي. اللي كنت متوقعه حصل. يا باشا احنا قلنا سيناريو محترم محبوك ان الطبيب يروح في داهية، او الكابتن وليد صلاح الدين يلبس القضية ويطلع منها امام عاشور. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية يا فيلسوف الحمير.